أهلا بيكم. النهاردة هنخش في حتة تانية خالص. هنتكلم عن عالم كلمات المهرجانات المصرية. هنفككها سوا ونفهم إزاي العالم الصاخب والعنيف ده اللي ممكن يبان فوضوي هو في الحقيقة ليه منطق خاص بيه. كل كلمة ليها معنى وليها وظيفة. يلا بينا. طيب خلونا نبدأ بالجملة دي على طول. سكاكين بتخبط وتهين، بتقسم نصين. كلام عنيف ومباشر جدا، وأول رد فعل طبيعي ممكن يكون الصدمة. بس خلينا نعتبر الجملة دي بداية اللغز اللي محتاجين نحله. إيه اللي بيخلي الكلام يطلع بالحدة دي؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض. عشان نفهم الكلام ده جاي منين، لازم الأول نرجع خطوة لورا ونسأل أصلاً إيه هي المهرجانات؟ هي مش مجرد مزيكا وخلاص، لأ، دي ظاهرة ثقافية كاملة جذورها ضاربة في قلب الشارع المصري. المهرجانات ببساطة هي موسيقى إلكترونية عالية الطاقة، نبعت منين؟ من قلب الأفراح الشعبية والمناطق العمالية. يعني دي موسيقى الشارع للشارع، وعشان كده كلماتها بتيجي خام من غير فلاتر، بتعكس الواقع بحلو وبمره. والفكرة دي بالذات هي مفتاح كل اللي جاي. وطالما بنتكلم عن موسيقى طالعة من الشارع ومن بيئة فيها تنافس شديد، يبقى أكيد أول حاجة هنلاقيها في الكلمات هي استعراض القوة. جزء كبير جدا من الكلمات دي هو أداة لتثبيت الوضع الاجتماعي وفرض الهيمنة في مكان كل واحد بيحاول يثبت نفسه فيه. أقرب حاجة ممكن نشبهها بيها هي الباتل راب، بالظبط كده. الكلمة هنا سلاح، والموضوع كله عبارة عن معركة كلامية. الهدف منها بسيط وواضح: إثبات مين الأقوى، مين اللي مسيطر، ومين كلمته اللي بتمشي. والهجوم الكلامي ده الوشين، أو يعني جبهتين. الأول واضحة ومباشرة، التهديد الجسدي. بنسمع كلام عن سكاكين وبالشلفة. دي مش ستايم وخلاص، لأ، دي إعلانات صريحة بالقدرة على فرض السيطرة بالعنف. والجبهة التانية، ودي اللي ممكن تكون بتوجع أكتر، هي الإهانة الاجتماعية. هنا الهدف تدمير مكانة الخصم قدام الناس، بوصفه بصراصير أو حتى إهانة أهله. والجملة دي بقى بتلخص كل حاجة: خصمي بكيفه مكتفه. السيطرة هنا مطلقة. بس الأهم من ده كله إيه؟ وسط شيلته بشلفه. يعني الإهانة لازم تبقى علنية قدام الناس كلها، قدام صحابه وعزوته، عشان تأثيرها يبقى ساحق. ده استعراض قوة في أوضح صورة. طيب حضروا نفسكم بقى، عشان هنعمل نقلة 180 درجة، لأن وسط كل العنف والتهديدات دي فجأة بنلاقي حاجة تانية خالص. جانب رومانسي وحساس بشكل محدش يتوقعه. يعني ازاي من سكاكين بتخبط نوصل لبنتي دي بطاية وحكاية؟ ده بيورينا قد ايه النوع ده من المزيكا مرن وبيقدر يعبر عن كل حاجة. والرومانسية هنا ليها طعم مختلف، صريحة ومن القلب، وفيها شعرية شعبية ليها جمالها الخاص. قصة الحب في عالم المهرجانات دي عاملة زي السيناريو السريع كده، ليها خطوات واضحة وما بتضيعش وقت. أول خطوة النظرة الأولى، شفتها حنيت خلاص. الخطوة التانية على طول المدح اللي من الآخر، ده جمال بتاع أوروبا. طب وبعدين؟ مفيش وقت للكلام الكتير، نخش على الفعل على طول. وجريت جبت الشبكة. الحب هنا قرار وفعل، مش مجرد مشاعر وبس. طيب سؤال مهم: إيه اللي بيجمع بين العنف ده كله والرومانسية دي؟ إيه الرابط؟ الرابط هو المكان. موسيقى المهرجانات دي لحمها ودمها من المكان اللي اتولدت فيه. الهوية المحلية هي الأساس وكل حاجة. وهنا بقى الموضوع بياخد منحنى شخصي قوي. يعني الأغاني مش بتتكلم في المطلق، لأ، دي بتذكر أسماء بعينها، زي أدهم بتاع سيدي جابر. فالسؤال اللي يطرح نفسه: ليه؟ إيه أهمية إنه أغنية تذكر اسم واحد في فرح؟ الإجابة بتكشف كتير قوي عن وظيفة المزيكا دي. لما نسمع اسم زي أدهم أو مكان زي سيدي جابر في أغنية، دي مش مجرد حشو كلام، لا خالص. ده اللي بيدي الأغنية مصداقيتها، ده احتفال بالناس دي وبمنطقتهم. وبالنسبة للمطرب نفسه، ده بيعلم من أسهمه وبيخليه واحد منهم. وبالنسبة للناس اللي بتسمع، ده تقدير ليهم، بيحسسهم بالفخر والانتماء. والكوبليه ده هو المثال الحي. الأغنية مش بس بتقول أدهم من سيدي جابر وخلاص، لأ، دي بتخش في تفاصيل التفاصيل، جهته وسعايا، وبتوصف أهلها ناس أكابر. شوفوا الدقة. هنا الأغنية بقت أداة لتوثيق الفخر بالمكان والناس. تمام، كده إحنا وصلنا لزبدة الموضوع كله. ليه الكلمات دي بكل تناقضاتها مهمة قوي كده؟ الإجابة بسيطة: لأنها أكبر بكتير من مجرد أغنية بنرقص عليها في فرح. لو بصينا على الملخص ده، هنلاقي إن كل حاجة ليها سبب، كل ثيم ليها وظيفة اجتماعية. المواجهة واستعراض القوة ده عشان تحديد المكانة الاجتماعية، والرومانسية بتعبر عن الالتزام والفعل مش بس كلام، وذكر الأماكن والناس ده عشان يبني هوية جماعية وفخر. يعني مفيش حاجة عشوائية. الخلاصة إن موسيقى المهرجانات دي بكل اللي فيها هي وثيقة اجتماعية حية،
مراية صريحة جدا ومن غير أي فلاتر للحياة والصراعات والاحتفالات اللي بتدور في قلب الشارع المصري. هي صوت واقع، ممكن يكون خشن شوية بس حقيقي. وده يخلينا في الآخر نسأل نفسنا سؤال مهم ومحتاج تفكير. لما المزيكا تكون انعكاس مباشر وصريح للواقع بالشكل ده، يا ترى فين الخط اللي بيفصل بين الفن والتعليق على المجتمع؟ وهل في خط أصلاً؟